النفيعي والعمري. دق علي رجال بالتليفون: أنت فلان؟ قلت الله الله. قالوا: وينك؟ بيك. قلت: يا ابن الحلال، من غير تجيني علمني باللزوم، كل أقدرها بشربه واللي يصعب علي. أنت وين؟ قال: أنا في الجنوب. قلت: لا تتعب من الجنوب، وأنا مر موجود ومر غير موجود، وأنا صادق، لكن علمني أنت وش عندك، وش تبيبي؟ قال: أنا عسكري في يبها، وأبوي متوفي، وأنا اللي يعول أسرتي، خياتي وأمي وزوجتي وبنياتي. أمي معها حجر في الكلى وتغسل في الأسبوع مرتين، واحد من خياتي معها مرض نفسي ورجع بها مستشفى الأمراض النفسية في الطائف في الشهر مرة مرتين، وزوجتي ورعاتي وأمي في بيت أبوي اللي ورثهن في بيشة، وأنا عاني مع هالدر رايح جاي، والمسافة بعيد، وأهلي في حاجتي وأنا في حاجة الوظيفة. أبى النقل من أبها البيشة، وأنا خادم وطني وخادم نفسي، سواني في أبها ولا في بيشة، لكن أبى قرب أمي وعيالي، وأنا أكبر الأسرة وأنا اللي أعولهم. قلت: كلامك ذا صحيح؟ قال: صحيح. قلت: مثبت تقاريرك معك لأمك ولخيتك وأنك أنت أكبر الأسرة؟ قال: كل شيء موجود. قلت: والمطلوب مني؟ قال: توسط لي عند المدير العام اللواء عيد العتيبي، عيد بن سعد العتيبي، وعتابه يقولون يقدرونك ويستحموك، وهو صادق. كل الناس يقدرونك. عتابه يقدروني ويقدرون الرجل كلهم، ما هم غيرنا. يا حل الله يا قوم، تدري وانا ابوك خيره، شغل يا صالح. وانا ابو صالح شغلنا ورحنا للطائف على طارين يحجز في المطار وعلز بالرياض وادخل على اللواء عيد في مكتبه، وانا ما حصل لي علقت وزير الداخليه، ايامها نائب جعله في الجنه. الله اكبر. يوم جينا في الطائف قال صالح: انا فداه يا ابوي، انت لا ما تسوي لك بيتين وترسلها على الرجال ذا وتشوف، قد يكون ينتهي الامر وانت ما تعبت. خيره نقوم اتجلد. قال: البارحه مركاي حيد على حيد، الله الخيره، والعين كان صبيها فيه خله، كاني تخالف في جنوبي مساجيد ولا اني اصلاني على الكبد مل. الله المستعان. لا همني دنيا ولا همني سيد، وسالم من الامراض ما في عله. الناس يقولون ابن عياد ابو زيد، وانا ترى ماني بابو زيد لله، الا اليمني نصيت له وليد اسوي سواته وحل محله، شروه من عندي. شروه قطي. الناس يقولون ابن عياد ابو زيد، وانا ترى ماني بابو زيد لله، الا اليمني نصيت له وليد سوي سواته وحل محله. مطلوب مني جاه عند اللواء عيد العتيبي قايد له من كله. تكفى يا عيد، الله يسلمك يا عيد، عساك تقدر في لزوم يتحلى. الجود يوجد في الرجال الاجاويد، والطيف فيكم يا عتيبه جبل. الجندي العمري تبايد من البيت، رجم تبين له رجم يزل له، ما يملك الا موت رمبة قصيد على طريق ابها وبيشه يمله. جندي يتيم وديرته وامه بعيد، لا جائز لامه ولا جائز له. وانا طوحها على ابو سعد، ما بطانا شوي لو الردود جانا بالشرنت والعمري، ما يدري العمري وينه والسالفه وشنهي الا في القصيده. قال الجندي العمري:
تبايد من البيد، رجم تبين له ورجم يزله، ما يملك الا موتر بالتقاصيد على طريق ابها وبيشه يمله، جندي يتيم وديرته وامه بعيد، لا جايز لامه ولا جايز له. ابشر انت والعمريه، شو العلم؟ انا دق عليه، سلام، قال عليكم السلام. قلت العلم والعلم والعلم. قال خله بكره يجيني. الحمد لله رب العالمين. يا سلام يا سلام. انا طق على العمري، يا عمري، حتى نسيت اسمه مديش اسمه، سم تاخذ اوراقك يمديك تمشي له؟ قال اي والله. تاخذ اوراقك على المطار، خذ اوراقك الصحيح لا تخلي شيء. قال ابشر والله بس سعد. وقع هناك